الحمد لله على كل حال. بالنسبة لنا يعني كان ودنا أن يعني نحقق نتائج توازي تطلعات الجماهير. بداية أنا أحب أشكر حقيقة كل الجماهير اللي ساندت الأخضر في هذه البطولة، كان لها دور فعال بشكل كبير جدا. أشكر جماهير اللي وقفت خلف الشاشات ودعمت الأخضر أيضا. أشكر القيادة الرشيدة حقيقة على الدعم السخي الكبير اللي تم توفيره لنا كبعثة ومتابعة سمو وزير الرياضة. بالنهاية احنا كنا عارفين ان احنا نلعب في بطولة او مجموعة صعبة جدا، بطولة كأس العالم من اكبر ويعني اقوى البطولات في العالم. ما في اكبر من بطولات كأس العالم. منتخبات قوية، تتكلم عن الارجنتين المرشح احد المرشحين لنيل كأس هذه البطولة، تصنيف الثالث على العالم. تتكلم عن المكسيك تصنيفها تقريبا 16، بولندا ايضا تصنيفها تقريبا 24. يعني احنا كان ودنا تكون نتائج افضل، لكن ايضا هذا لا يلغي ان اليوم نفتخر بوجود منتخب فرح العرب. المباراة الاولى احدث مفاجأة يعني كبيرة جدا على مستوى العالم، لا يزال اصداءها يعني يتناولونها العديد من الصحافة العالمية. راح نبني على هذا المنتخب. اليوم الجمهور السعودي يدخل المباراة وطموح الفوز بعدما كانت في مشاركات سابقة ندخل مباريات وخوفنا من تكون النتائج قاسية، لكن نعتذر الجماهير ونوعد إن شاء الله بالعمل على أن تكون المشاركات القادمة، وتحديدا عندنا كأس آسيا القادمة إن شاء الله اللي حتكون في قطر. نبدأ الإعداد لها إن شاء الله من الآن، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بحول الله. سيدي ياسر، ذكرت المفاجأة اللي سووها المنتخب السعودي في انطلاقته في هذه البطولة أمام المنتخب الأرجنتيني، والفوز الغير متوقع على المرشح الأول. فهذا الفوز رفع سقف الطموحات بشكل كبير جدا، فاعتقدنا بشكل كبير أن المنتخب السعودي راح يتأهل للدور القادم. لكن احنا ما شفنا الأداء اللي قدموه المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني. ما بنقول بولندا لعبوا بشكل كبير لكن ما حالفهم الحظ، لكن اليوم افتقدنا المنتخب السعودي. صحيح، طبعا ما في شك. اعتقد اهم الاسباب والعوامل الاصابات اللي داهمت المنتخب السعودي. انت تتكلم اليوم نلعب تقريبا بنقص 5 لاعبين، 4 اصابات، وعندنا ايقاف تقريبا نصف المنتخب او نصف اللاعبين اللي كانوا يشاركون او كان يعول عليهم انهم يكونوا موجودين ما كانوا موجودين. هذا ليس يعني بعذر، لكن انا اتكلم عن الاسباب اللي اظهرت اليوم المنتخب بهذا الشكل. ايضا المستوى المباراة كان عالي جدا. المنافس ايضا لعب بشراسة قوية، ومع ذلك كان في مجاراة بشكل كبير. خسرنا اللاعب علي بليهي ايضا بتغيير اضطراري لإصابة، فهذا غياب سادس يعتبر. هذه كلها أسباب أدت حقيقة إلى يعني خسارة المباراة. ومع ذلك قاتل الفريق إلى آخر رمق وتمكن من تقليص الفارق، وكان يعني يمكن لو كان في وقت يعني زيادة كان ممكن حتى نلحق على التعادل. لكن أتفق معك أن المستوى مباراة المكسيك ما كان يوازي مستوى المباراتين أمام الأرجنتين أمام بولندا، والأسباب اللي ذكرت لك إياها تأتي في المقام الأول الإصابات. سيدي ياسر، احنا نقول هارد لك، لكن في النهاية المنتخب السعودي شرفنا في هذه البطولة، بالذات في المباراتين الأولى أمام الأرجنتين وبولندا. لكن في النهاية هذه كرة القدم. نقول لكم هارد لك، ودائما ما نقول القادم أفضل، ومثل ما ذكرت أن هذا هو المنتخب راح يقدم الكثير والأفضل بناء على اللي شفناه في هذه البطولة. شكرا لكم، وأيضا حقيقة احنا فخورين باستضافة الأشقاء في قطر. بطولة رائعة جدا من ناحية تنظيمية. كان ودنا نفرح الجمهور السعودي والعربي أكثر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله نعوضهم المسابقات الجاية إن شاء الله. استمتعنا بالجمهور، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.